علي بن سهل بن الأزهر رحمه الله تعالى قال كلمة توقفت عندها لما جاءتني الرسالة طويلا متأملا وحركت في أشياء كثيرة جدا، وهي تصلح إلى أن تناقش في محاضرة مستقلة. قال: من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. أول ما يدخل في هذه الكلمة، وعلي بن سهل من الحكماء، أول ما يدخل فيها الإخلاص لله جل وعلا. أول صحة مبادئ الإرادة الإخلاص لله تعالى، والإخلاص أن تخلص نفسك في أعمالك من رؤية شيء من الدنيا، أن تعامل الله جل وعلا. واحد بيعمل شيء يقصد به وجه الله جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد وهو الله جل وعلا كن واحدا في إرادتك وقصدك، في واحد في سبيل واحد. فالله واحد ولا بد من قصد وإرادة واحدة، وهو الإخلاص في سبيل واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هنا يأتي أثر الإخلاص الصدق مع الله جل وعلا في مبادئ الإرادات. في أي عمل يسلم لك عاقبة الأمر. إذا أردت في أمر دينك انتبه لأساس الإرادة، هل هو الدين لله جل وعلا، أو أردت أن تتميز، أو أردت أن تذكر، أو أردت أن يكون لك شأن بين أهلك وأقرانك. شخص حفظ القرآن أراد أن يحفظ القرآن لأنه تأثر بمقرئ وأراد أن يكون إمام مسجد يقصد، أو مقرئ. آخر طلب العلم أراد أن يتصدق، آخر طلب المال ليكون أكثر من فلان أراد الدنيا، وآخر طلب الشفاعة للناس يشفع ويذهب مع هذا يريد الذكر، وآخر يعطي من المال يريد الذكر، وهكذا. هذه أنواع من المقاصد. هذه أعمال الواجب أن يوطن المؤمن نفسه أن تسلم له مقاصد إرادته بالإخلاص فيها. كيف يكون الإخلاص؟ الإخلاص أن تكون فيها مريدا وجه الله جل وعلا. أي عمل تقول هذا لله، لكن لا يعني أن لا يكون لك فيه نصيب من الدنيا،